في أفلام لمّا بتخلّصها تقول جامد، وفي أفلام تخلّصها وتقول أنا مش فاهم حاجة، وفيلم Terrifier واحد منهم. الفيلم ده اتشهر جدًا آخر فترة، بس ليه؟ عشان ببساطة بيعرف يخوّفك، بيخلّيك متوتر وخايف على اللي هيعمله في الضحية. بس في مشكلة وهي الفيلم ببساطة ما لهوش قصة. أنا اتفرّجت على ال3 أجزاء بتوع الفيلم، كان في سؤال واحد بس بيلِف في دماغي، هو الفيلم ده عايز يوصّل لي إيه؟ الشخص ده ليه ماشي عمّال يقتل أي حد يشوفه؟ طيب مين هو أصلًا؟ ال3 أجزاء بتوعه ما فيش ماضي عرفنا الشخصية دي جات منين. عايزك تتخيل معايا كده بس أنت بتتفرج على مشاهد قوية لواحد عمال يقتل في ناس، ولما تسأل نفسك ليه هو بيعمل كده هتلاقيش إجابة. والشخص ده من كتر ما هو مجهول في الفيلم ملوش اسم. قلت عادي أكيد الجزء التاني هيفهمني. دخلت على الجزء التاني لقيت نفسي تهت أكتر، زي مثلا مين البنت دي وإيه علاقتها بيه؟ طيب إيه دورها في الفيلم؟ حرفيا ولا حاجة، ما ظهرتش تاني على ما أعتقد. طيب فاكرين البنت دي من الجزء الأول؟ دين يا جدعان بص بقت عاملة إزاي. ده كله بسبب إنه في آخر الفيلم أكل وشها، واللي خلاها تتحول وتبقى بالمنظر ده. طب ليه هي اتحولت كده بدون سبب؟ واللي أخدت بالي منه إن الفيلم مش غامض، الفيلم ببساطة ملوش قصة، مفيش تفسير لأي حاجة بتحصل، مفيش دافع، مفيش حتى تلميح في أي جزء من دول. وبس في كلام إن في جزء رابع نازل، مش عارف يمكن يبقى ده الجزء اللي يجاوب على الأسئلة ديت. وفي الآخر لو عايز فيلم يخوفك تمام أرشح لك الفيلم، لكن لو عايز فيلم تفهمه يبقى ليه قصة ومعنى ربنا معاك. تقييم النهائي للفيلم هو 5/10 بسبب إن الفيلم قوي كمشاهد وبيديك مشاهد تقيلة، لكن مفيش قصة، مفيش حاجة موضحة في الفيلم خالص. وتحذير وأنا قلته ماليش دعوة، الفيلم فيه دم كتير وبشكل مقرف، وكمان فيه حاجات بلس 18. ولو نزل منه جزء رابع أكيد هتفرج عليه عشان أنا لسه عايز أعرف ليه الشخص ده بيقتل وإيه نهايته في القصة ديت. بص كده دي كانت مراجعة بسيطة. سلام.